برضو انا ليا صاحبتي خطيبها بقاله اكتر من 15 يوم مخاصم امه بسبب مشكله حصلت معاهم، وهما الاتنين غلطانين، بس هو مش عايز يسامحها ولا يكلمها. وصاحبتي حاولت تكلمه كتير وتقنعه عشان يرضي امه، بس مفيش فايده، وكل ده بسبب عمته اللي بتحاول توقع ما بينهم. ممكن تصحيها تعمل ايه عشان نفسيتها تعبت؟ حلوه الجمله اللي هي قالتها لصاحبتها، وانا قلت لصاحبتي انه الراجل اللي يهون عليه امه فترة طويلة وما يكلمهاش يهون عليه يسيبك عادي، ويهون عليه أي حد. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يهون عليه أي حد. أنا بشوف إنه أول حاجة أنا ببص على الراجل فيها بعد الصلاة هو علاقته بأمه وأبوه، أو علاقته بأهله تحديدا. شكل علاقته بأهله شكلها عامل إزاي؟